السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. بالنسبه لهذا الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فيه خبيزات معمرين بحشوه رائعه اقتصاديه وكتجي بنينه وما تشبعوش منها. كيف ما كتشوفوا معايا هنا عندي الخضيره ديالي اللي غنعمر بها هاد الخبيزات. عندي الفلفله، الكورجيط، الخيزو وبصله. وبالنسبه للخضره خذوا الخضره اللي نتوما بغيتو صراحه، اللي عندكم قضوا به. عندي هنايا طريفات ديال الصدر ديال الدجاج، تقدروا ديروهم، تقدروا تستغنوا عليهم، تقدروا تعوضوهم بالطون، لكم الاختيار. هنايا بعد ما غسلت الخضيره ديالي راني طحنتها في الهاشوار كما كتشوفوا معايا. تقدروا غير تقطعوها رقيق. بالنسبه للصدر ديال الدجاج حتى هو راني طحنته كيف ما كتشوفوا معايا، وضفت عليهم هنايا تقريبا 3 الفصوص ديال الثومه، وضفت عليهم شويه ديال الربيع. هنايا غادي ندير العطريه ديالي، درت تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال سكينجبير. غنضيف ليها تقريبا معلقه صغيره ديال البزار كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. من بعد هنايا غنضيف لهم شويه ديال الكمون. هنايا غنضيف ليهم الخرقوم. بالنسبه للبنات انا هنايا ما كانش عندي التحميره، واللي عنده التحميره يقدر يزيد التحميره. انا صراحه اكتفيت غير بداكشي اللي عندي. هنايا راه وضعت شويه ديال السودانيه، اللي عنده الهريسه يقدر يدير الهريسه. الملحه دائما حسب الذوق. صافي هنايا غادي نزيد شويه ديال الزيت. صافي في هذه الاثناء غادي نوضع الحشوه ديالي فوق البوطه. قبل ما ننسى، انا هنايا راني زدت معلقه صغيره ديال طماطم مركز على وداش، غير مكانش عندي تحميره بغيتها زعما تجيني شويه في اللون ديال هاد الحشوه احمر. داكشي حمراء، هادشي علاش انا درتها. اللي عندكم تحميره بلاش. صافي كيف ما كتشوفوا انا وضعت الحشوه ديالي فوق البوطه. وشوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي. انا هنايا كانت الحشوه صراحه زربانه عليها. هادشي علاش انا وضعت كلشي تشحر دفعه واحده، ومن الاحسن هنا راه ما كياخذوش معنا الوقت كاع بتاتا. كتجي غزاله وما تشبعوش منها. وهاد الحشوه راها متكامله مدخلين فيها الخضيره. وبالنسبه للناس اللي عندهم وليدات ديالهم ما كياكلوش ليهم هاد الخضره، اغلبيه ديال الوليدات ما ياكلوش الكورجيط الفلفله، ولكن بهذه الطريقه ان شاء الله ما غاديش يحسوا بها. غادي ياكلوا الخبيزات بلا ما يحسوا كاع وشنو فيهم، واش من خضره يعني فيهم. بالنسبه هنايا انا خديت الخبيزات ديالي. الخبيزات انا راها معجنهم بالقمح كيف ما كتشوفوا. دايره شويه القمح، دايره معاهم شويه ديال الدقيق، شويه ديال الخميره وشويه ديال الملحه. ولبتهم حتى خمروا كيف ما كتشوفوا راهم طلقوا مزيان. انا هنايا الخبيزات دايرهم كبار وانتم لكم الاختيار. هنايا داير الحشوه ديالي بعد ما وضعتها في الطفيسيل حتى تبرد ليا مزيان. هنايا قسمت الحشوه على 3 باش تجيني الحشوه متساويه. كيف ما كتشوفوا انا الخبيزه عفوا قرصتها شويه كيف ما كتشوفوا. هاد غنوضع فيها هاد الحشوه. ما شاء الله ما نعاودش لكم، هاد الحشوه راه كتجي بنينه بزاف. وحتى هاد الخبيزات راه كيجيو واعرين. كيف ما كتشوفوا انا عجنتهم هنا بالقمح، يعني كتجي العجين حتى هي صحيه في نفس الوقت. والناس اللي ما بغاش دير القمح تقدر تعجن غير بالدقيق وفينو، راه حتى هو كيجي زوين. صافي قلت لكم كنسد هاد الخبيزه ديالي بهذه الطريقه. كناخذ شويه ديال العجين من الفوق وكنبقى نسد فيه بهذه الطريقه. صافي وكنقلبها وكنرش لها الوجه ديالها بشويه ديال القمح. هنايا كما كتشوفوا الطاوه اللي غنقرص فيها الخبيزات ديالي راني رشيت فيها القمح باش ما يلتصقوش ليا. ربما تخرج شويه ديال الحشوه من التحت ديالهم ولا شنو وما يلتصقوش ليا. ضروري انكم ترشوا شويه ديال القمح من التحت. غادي ناخذ الخبيزات الثانيه كيف ما كتشوفوا انا كنقرصها بهذه الطريقه، وغنوضع فيها الحشوه ديالي بحال العمليه الاولى ولا بحال الخبيزه الاولى اللي عمرت معكم.
غنعمرها حتى هي بالحشوة ديالها. صافي وغادي نسد الجناو عفوا جات ليا حتى الهضره، عفوا سمحوا ليا. الجناب ديالها غادي نسدهم بهذه الطريقه. صافي ما كناخذوش العجينه بزاف من الفوق باش ما تجيناش غليظه، كناخذو غير شويه كيف ما كتشوفوا او كما هو موضح في الفيديو. صافي وكنوضعوها في الطاوه ديالنا ونكمل الخبيزه اللي بقاو. ها نتوما معايا هنايا بعد ما ساليت العماره هنايا جا الوقت باش نقرصهم. هنايا راني كنبقى نقرص في الخبيزه ديالي، يعني كتحكمي فيها كما كتشوفوا انا كنقلب فيها باش نسرحها مزيان على هاد الطاوه. من بعد ما كتقرصوها مزيان كيف ما كتشوفوا. صافي في هاد الاثناء خاصكم بعد ما تقرصوها تشعلوا الفران ديالكم كما كنشفتوا قبل راه الخبز كان خامر معايا. غتشعلوا الفران ديالكم يطيب، والطياب راه بحال الخبز العادي، غتشعلوا الفران حتى يسخن وتوضعوا الخبيزات ديالكم يطيبوا. وقبل ما تنساو مهم قرصوه مزيان، وقبل ما تدخلوه يطيب خلوه يختمر شويه. انا هنا راه درت الخبزات كبار صراحه. صافي كنقرص مزيان كيف ما كتشوفوا. لا شفتوا مزيان هنايا راه الحشوه، يعني الخبزه رقيقه لدرجه ان الحشوه كتبان منها. هنايا كما كتشوفوا هنا كانت خمرات ليا، غادي بحالكم ضروري تقبوها بالفورشيط بحالكم باش ما تنتفخش معكم. صافي هنايا كنت وضعتهم طابوا في الفران. هنا كندرت هاد الخبيزات كيف ما شفتوا معايا. هذا هو الطياب ديالهم، شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجيو غزالين غزالين ما تشبعوش منهم. صراحه هاد الخبيزات راهم شتويين بامتياز، خصوصا في هاد البرد راه كيجيو رائعين وسخان مع كويز ديال اتاي تناولوهم القيسه ديال الغدا. صراحه شي حاجه اللي هي واعره، وكيجيو شهيين ما تشبعوش منهم، غزالين اقتصاديين، وصراحه في نفس الوقت راهم صحيين. يعني فيهم الخضيره، فيهم يعني الخبز ديالهم معجون بالقمح. كيجيو تجي واحد الاكله صراحه واعره واعره كما قلت لكم، خصوصا اللي تناولتوهم مع كويس ديال اتاي وهما سخان في هاد الوقيته ديال البرد كيجيو رائعين. خواتاتي ما تنساوش تابوناو في القناه، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد وصفه جديده.